وابتدى المشوار. راح نسوي فلافل عراقية معون مشكل حمص بطحينة، وإن شاء الله ينال رضاكم وألف عافية. شلونكم حبايبي؟ إن شاء الله بخير. اليوم راح نسوي فلافل عراقية على أصولها. نقعنا الحمص البارحة، نبات عندنا الليلة كاملة منقع وصفيناه وغسلناه. نحتاج إلى بصل ومعدنوس وثوم. مع الأسف كزبرة خضراء ما عندنا كزبرة مطحونة. وهسه راح نفرم البصل على شكل مكعبات. وراح نفرم الثوم، ولا الثوم ما يحتاج يعني، راح ينفرم. وشوية من المعدنوس. وخلصنا هسه فرم المعدنوس اخر شي، وراح نبلش بفرم الحمص وياه المكسرات. وبعد ما خلصنا راح نضيف الملح حسب الرغبة، فلفل اسود، نضيف الكمون والكزبرة المطحونة والسمسم، هم حسب الرغبة اي حاجة تريدها. ونضيف بيكنج باودر اخر شي، بيكنج باودر. راح نخلطهم شوي حتى يرتاحون شوية. اذا نسينا شي بالتوابل، اذا عجبكم فشي لا تقدرون تكتبوا لنا بالتعليق، ولا تنسون يعني شوية مشاركتكم ودعمكم ولايكاتكم. وبعد ما كملنا خلينا الزيت يحمر، وراح ننتظر شو اسمه يحمر زيادة. بس من نقلي الفلافل لازم نصيه شوية حتى من يصير يفور الزيت تتفلش الفلافل. فهسه راح نصيه شوية وراح نبلش نقول يا الله وعلى بركة الله. أحلى فلافل عراقية إن شاء الله تعجبكم. بعد ما خلصنا قلي الفلافل، جبنا الفلافل وراح نجيب صحن تقديم، وراح نسوي صحن تقديم ان شاء الله يعجبكم وينال رضاكم. سوينا حمص بطحينة على السريع. راح نجيب فلافلنا خيارات، شوية فلفل، ملك الساحة البصل، شوي
أهم شي العنبة لا تنسوا. إن شاء الله يعجبكم الماعون وألف عافية. راح نسوي لفة ونجربها. أول شي نجي خبز محمد بطحينة، فلفول، طبعا فلافل مقرمشة. اسمع الصوت. ثم حطيت البصل، خيار، ترعوزي، فوقها عنبة عراقية أصيلة. طبعا العنبة من العراق، عنبة عراقية أصيلة. ونسمي يا الله. وهاي لفتنا الحلوة ونذوق. ما تنوصف. إن شاء الله يعجبكم الوصفة مع الفلافل، ونطلب من عندكم لايك، فعل الجرس، ومشاركة. باي باي.